بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا صباح الفل عليكم. يوم جديد كده ان شاء الله بقى من عند الفراخ بتاعتنا. بصوا بقى، انا لسه طالعة كده اتأخرت النهاردة عندهم شوية. فالصراحة لقيتهم، بصوا زي ما انتم شايفين، جعانين جدا جدا بطريقة فظيعة. فما كانش قدامهم علف كتير. فعشان كده اول ما بدأت احط الاكل بدأ ان هم كلهم يتجمعوا زي ما انتم شايفين كده ويبدأوا ياكلوا. الفراخ النهارده عمر 13 يوم. بإذن الله بإذن الله في الأيام الجاية هنزل معاكم بقى في الأرض. وكمان هنبدأ هنشتغل بقى تربية أرضي عشان خاطر الناس اللي ما عندهاش برضو بطارية وكلنا نستفيد. وعلى الأسبوع الجاي هبدأ هجيب معاكم كتاكيت، دورة كتاكيت بيضة من أول وجديد بإذن الله. طيب أنا دلوقتي حاليا بعمل إيه؟ أنا زي ما قلت لكم في فترة الحر اللي جامد دي شلت اللمبة المية وبدأت أحط اللمبة الموفرة ليهم العادية خالص. طيب لو انت حطيتي بس اللمبة باجي بالليل بغطي عليهم، يعني أنا بغطي عليهم بالليل لأن بالليل الصراحة الجو بيبقى برد. لو انت لاحظتي مثلا ان هما الفراخ عندك بردانة، بتبدأي تعرفي منين ان الفراخ عندك بردانة؟ من رجليها. امسكي كده رجليها من تحت، لو لقيتي رجليها عندك سقعانة كده اعرفي ان الفراخ بردانة. طول ما رجل الكتكوت متدفي معاكي اعرفي كده ان هو جسمه متدفي معاكي وهيقوم وهياكل وهيشرب. حاجة كمان بتبدأي تلاحظي ان الكتكوت اخد جنب، ان الكتكوت الاكل زي ما هو انت بتحطي الاكل واللي بتطلعي بتلاقي الاكل اكلوا بس حاجات بسيطة. فبالتالي الكتكوت كده يعني مش لاقي ان هو يتدفى فهيكسي معاكي ريش. فانت هتعملي ايه؟ هتبدأي تاني تظبطي درجات الحرارة. طب وانا ينفع ارجع تاني اللمبة المية؟ والله لو انا اضطريت ارجعها هرجعها. المهم ان انا ارجع اظبط درجات الحرارة عندهم. تمام. انا عايزة الكتكوت ياكل ويشرب ويبقى نشيط. طيب في حلقة النهاردة ان شاء الله هنعمل ايه؟ في حلقة النهاردة هنعمل خلطة بسيطة بس جبارة، يعني خلطة حلوة جدا جدا بتشتغل معاكي للهضم وبتشتغل معاكي فواتح شهية. فحلوة جدا جدا معاكي لزيادة الوزن. هنحط مكونين كده على العلف، بس هقول لكم ليه كمان انا بدأت احط المكون التاني ده. بصوا بقى، مبدئيا معايا شوية العلف اهو زي ما انتوا شايفين. هبدأ هحط الحلبة المطحونة. خلطة الحلبة المطحونة دي ليها كذا طريقة، ان شاء الله هبدأ هستعرضها معاكم في القناة، بس دي يعني طريقة من الطرق بتاعتها. هتبدأي كده تاخدي معلقة حلبة مطحونة، وهتبدأي تاخدي معلقة السكر. معلقة السكر عشان الناس اللي بتسألني عليها ليه بقى بنحط السكر ده. السكر ده يعتبر أصلا جلوكوز، بيديهم طاقة باور كده، بيخلي دايما معاكي الفرخ نشيط. يعني الحاجة المسكرة بتخلي معاكي الفرخ كده بيتنشط وبيبقى زي الفل. فمعلقة السكر دي لأن أنا حسيت النهاردة إن الفراخ عندي كسلانة شوية، قلت لأ هبدأ أحط لهم شوية سكر. لو في شوية إسهالات بسيطة حطي معلقة نشا مع مع الحلبة. حتى لو أنتي مقلقة من مثلا إن الحلبة تعمل إسهال، هي ما بتعملش إسهال، بالعكس دي بتبدأ تظبط معاكي عملية الهضم عند الطائر. فالحلبة حلوة جدا جدا، من المكون اللي انا بحبه وبحب اشتغل بيه. ممكن 3 مرات في الاسبوع، وزي ما قلت لكم ليها كذا طريقة. ممكن هنبدأ نحطها في الاكل، وان شاء الله هفوت يوم كده ولا حاجة ونحط وهعملها لكم بقى في المية وهقول لكم طريقتها بتتعمل ازاي. فهي حلوة جدا. معلقة السكر دي حابة تحطي، طبعا السكر متوفر في كل حتة. حابة تحطي السكر تمام، حابة تحطي معلقة العسل الأسمر برضو تمام. بس أنا النهاردة حبيت كده أديهم معلقة سكر تفوق معايا الطيور. لو انتي حسيتي ان الفرخ مثلا مش مظبوط معاكي كلام من ده، ممكن تبداي تحطي برضو حباية ريفو. امتى بقى ابدا احط الخل؟ لو انا حاسه ان الفرخ نافش ريش وكلام من ده، في اسهالات، ابدا احط معلقه الخل مع عصره الليمونه ليهم في الميه. او اي مطهر معوي عندك ممكن تحطيه 12 ساعه، و12 ساعه خل وليمون. المهم ان انتي على حسب الدنيا عندك. طيب انا حاسه بايه؟ انا حاسه كده ان الفراخ درجات الحراره، لان الجو امبارح كان برد، فحسيت كده ان الفرخ برد معايا شويه. طب هعمل ايه؟ هرجع اكن المكان تاني كده عندهم وهظبط الدنيا. وكمان الفراخ ما تنفعش كده. الفراخ بدأت تكبر، فالفراخ دي محتاجة حتة عشان تفرد معايا. انا لو فضلت سايباهم في البطارية يبقى انا كده بعدمهم. فان شاء الله بإذن الله هظبط كده المكان وهعقم المكان
وهبدأ أشغل اللمبة في المكان على الأقل كده مثلا طول النهار لمبة 100 علشان أدفي المكان. علشان انت برضو تاخدي بالك من الحتة دي، لأن البطارية مهما يكون البطارية بتحكم درجات الحرارة. يعني حلوة جدًا، جدًا معاكِ، بتساعد معاكِ، بتوفّر معاكِ في الكهربا والكلام ده، لإن أنا إيه، بابدأ أغطّيها من جميع النواحي. حتى لو أنتم برضه كنتم بتلاحظوا معايا، أنا طول فترة الشتا ما كنتش باشغّل إيه، إلا لمبة 100 بس. في ناس كانت بتشغّل طبعًا 200 و300 واط والكلام ده كلّه، إنّما أنا كنت باحُط لمبة 100 وكنت باجي كمان إيه، ساعات باشيلها وباحُط الموفّرة. بس كان بيبقى في الآخر بقى لمّا الفرخ بيبدأ يكبر وبيبدأ يدفّي يبدأ يدفّي المكان عنده، فما الصراحة ما كنتش بقى باخاف عليه. إنّما طول ما الفرخ صغيّر كده لو أخد منِّك طشمة هنفضل طول بقى يعني طول دورتهم نعالج بقى في البرد ونعالج في الإسهال، لإن طبعًا لمّا بييجي برد بييجي معاه الإسهال، فأنتِ بقى مش هتلاحقي هاعالج الإسهال والّا هاعالج البرد، فخدي بالِك من حتّة تضبيط الحرارة دي. ودايمًا برضه تأخُّر نمو الفرخ معاكِ بعدم برضه تضبيط درجة الحرارة. المهم يا حبايبي خلاصة الكلام إن أنتِ لازم تضبّطي درجة الحرارة عندهم على قد ما تقدري، تكوني متأكدة بقى من كل حاجة. فالجو بدأ يهوّي شوية، فممكن أبدأ أشيل اللمبة اللي هي الموفّرة دي وأبدأ مثلًا أحطّها 40. طيب حسيت إن الدنيا مش متضبّطة معايا هارجّعها ل100. حسيت إن هي الفراخ متضبّطة على 40 درجة watt اللي هي اللمبة هاسيبهم على ال40. تمام. المهم إن أنا في النهاية عايزة إن إحنا نكون بنضبّط كل حاجة. ودي كانت حلقة النهارده، حلقة بسيطة يا رب تكون عجبتكم. أشوف وشكم بكرة على خير، مع السلامة.